9 أخطاء لو عملتها مش هتخس في الوزن وهتفضل ثابت لفترة طويلة. في ناس بتشتكي كتير من موضوع ان هي مهما عملت دايت ما بتنزلش في الوزن ووزنها بيكون ثابت لفترة طويلة. ايه الأخطاء اللي ممكن تعملها تخليك ثابت وما بتنزلش في الوزن؟ يلا بينا نقول ال9 أخطاء اللي بتخليك تثبت على الميزان وما تنزلش في الوزن. بس قبل ما ابتدي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ال9 تعمله ان انت لما تيجي تبتدي دايت مرة واحدة، دايت قاسي علشان عندك مناسبة فعايز تخس 10 كيلو في شهر. فطبعا ده غلط جدا لانه ميديكالي او طبيا علشان تخس هو مش اكتر من نص كيلو في الاسبوع، ده النورمال. لكن لو فقدت اكتر من كده هيحصل لك حاجة اسمها ان انت توصل للبلاتو بسرعة. كمان الوزن اللي انت بتفقده ده بيكون مية وبيكون عضلات، فانت كده بتدمر صحتك. فالدايت القاسي مش في صالحك، انه بسبب الدايت القاسي اللي انت عملته بتدخل جسمك في حاجه اسمها starvation. يحس ان انت بتعمل دايت فيبتدي يعاند معاك ويخزن الدهون، لانه الجسم سمارت قوي وذكي قوي، فيبتدي يخزن منك الدهون ويثبت على الميزان ويوصل لمرحله اسمها ان انت تقيس وزنك يوميا على الميزان. ده خطأ شائع جدا لانه الجسم بيتأثر بعوامل كتير جدا. ممكن تلاقي تاني يوم وزنك زايد بسبب ان انت شربت ميه كتير او جسمك مخزن سوائل او بسبب الهرمونات عند الفيميل. حاجه هو عدم شرب كميه كافيه من الميه، وعدم شرب كميه كافيه من الميه كفيل انه يخليك ما تحرقش اصلا والحرق يكون في جسمك شبه منعدم، لانه الميه هي اللي بتساعد على الحرق وكمان بتطرد الدهون اللي تم اذابتها بره الجسم. ممارسه الرياضه وبالتالي عدم زيادة الحرق في الجسم، انه بيزود حرق الجسم الرياضة طبعا جدا. وكمان الرياضة بتساعد على الهضم. سادس حاجة عدم تناول وجبة الفطار. وجبة الفطار مهمة جدا، من الوجبات الأساسية في اليوم، لان هي بتديك انرجي ومصدر للطاقة، وكمان بتساعدك على الشبع والشعور بالشبع لفترة. سابع حاجة وهو ان انت ما بتتابعش مع دكتور متخصص يساعدك ان انت تفهم طبيعة جسمك، وكمان يطلب منك تحاليل ويتأكد ان ما عندكش مشاكل في الغدة الدرقية ولا مشاكل في الليبيد بروفايل ولا مشاكل في حاجات تانية، ولو في ميلز ما عندهاش مشاكل في الهرمونز. وكمان نقص فيتامين د بيساعد على انه يقلل الحرق في الجسم، فبتحتاج ان انت تاخد سبلمنت من فيتامين. عدم تناول السناكس اللي هي الاكل الخفيف اللي بيكون ما بين الوجبات، ده مهم جدا لانه بيخلي الجسم يحرق ويشتغل ويبتدي يحرق وتبتدي تفقد وزن. بس السناكس دي بتكون حاجات قليلة السعرات الحرارية زي الناتس وزي الفاكهة والخضار بكميات محسوبة من الكالوريز بتاعة يومك. اللي بتقلل حرق في جسمك هي العصاير الجاهزة والمعلبة، لان هي بتحتوي على سكريات كتير جدا، وكمان ما بتعوضش عن الفاكهة لان الفاكهة مليانة فايبرز اللي هي الالياف اللي بتساعدك على الشبع لفترة طويلة وبتساعدك على علاج مشاكل. بس كده دي الاخطاء اللي ممكن تعملها وانت مش واخد بالك وتخليك ما تخسش وما تحرقش. يا رب اكون فدتكم.